من كام يوم كنت في النادي وشفت بنوتة كده عندها 11 سنة تقريبا في ابتدائي. كانت بتلف بحاجات مشغولات يدوية ولعب أطفال عاملاها بإيديها. هنزل لكم صورتها تشوفوها برضو. أنا حبيت إن أنا أشجع البنت، عجبتني جدا، بنت رقيقة قوي وبنت ناس. ما اتكسفتش وقالت انا لا ازاي انا في نادي وليا برستيجي، ومامتها قالت لا ازاي احنا نعمل كده ونبيع وبنتي تلف وتبيع، ازاي لا عيب او شكلنا هيبقى ايه. لا البنت عملت المشغولات بايديها جميلة جدا، وبنت رقيقة قوي وبتلف كمان وتبيعها للاعضاء في النادي. عجبتني قوي وعجبني دماغها، عجبني تفكير مامتها، قوي انها يعني خرجت من حيز العيب، وان ازاي اعمل كده وازاي بنتي تعمل كده. فكر جديد لعصر جديد، في كل دقيقة بتتحسب علينا، كل دقيقة عليك ليها قيمة. لو عملت فيها حاجة هتفيدك، ما تضيعش الدقيقة دي حتى لو انت صغير. استغل وقت فراغك، مش طول الوقت ماسك الموبايل، طول الوقت بتلعب. مش هقولك ما تلعبش وما تمسكش الموبايل، بس اوعى الوقت يسرقك وما تلحقش تعمل حاجة، لان احنا في زمن دلوقتي محتاج كل دقيقة ما نضيعهاش. محتاج ان احنا نساعد نفسنا ونشتغل على قد ما نقدر. محتاجين ان احنا ننمي هواياتنا، محتاجين نزود نفسنا ثقافيا، علميا، ماديا. ما تضيعش وقتك، نصيحة مني عشان ما تقولش الوقت فاتني ويا ريتني. مع السلامة.